السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اليمنى بولكسود يتقدم فيها بولكسود، بعد ذلك كرة عرضية خطيرة داخل المنطقة بالراس. الله يا الله على كرة في منتهى الخطورة، يا الله على التصدي، يا الله على التألق من جانب هدايا. شالها وحولها إلى خارج الملعب، تشعر وكأنه إعصار مغربي، تشعر وكأنها عاصفة، وكأنها عاصفة مغربية هبت، عاصفة مغربية هبت هنا في استاد خليفة الدولي في محاولة الوصول للهدف الأول لمصلحة أسود الأطلس. محاولة الوصول، الأسود تهاجم الآن والأسود تقترب، كرة واصلة، طنان بكرة عرضية خطيرة إلى منطقة الجزاء، تبعد ثم تعود. تغيير وحيد فقط في تشكيلة المنتخب المغربي عن آخر مباراة امام المنتخب السعودي. طنان مكان باش، هو التغيير الوحيد بالنسبه للسيد طبعا طارق السكتيوي. كره واصله هنا مره اخرى، فيها لمسه باتجاه بوفتيني، يلعب كرته الى بولكسود من الجهه اليمنى، عوده من جانب بولكسود، يلعب كرته هنا في وسط ملعب المباراه، تتهيأ لمصلحة المنتخب المغربي الآن في أقصى جهة اليسار. الموساوي والكرة العرضية خطيرة داخل المنطقة، تبعد على طول من جانب الدفاع السوري، ترجع مرة أخرى عن طريق بولكسود، عرضية داخل المنطقة خطيرة ما زالت، ولكنها تبعد على طول من جانب الدفاع. يا له من ضغط ويا لها من رغبة، ويا لها من رغبة مغربية لا تتوقف هنا في هذه الدقائق ال16 الأولى من شوط المباراة الأول. سلامة إن شاء الله. يتعرض لإصابة هنا إلياس هداية، هذا هو إلياس هداية، حارس يلعب في النرويج. نعم، مباراته الدولية التاسعة مع منتخب بلاده، حارس صاحب 27 سنة، 27 سنة. الليلة تجمع المنتخب السعودي بمنتخب فلسطين في استاد لوسيل. أجواء رائعة، أجواء ليس لها مثيل في هذه الأيام في دولة قطر. مرة أخرى قطر تسحر العالم بتنظيمها، بترتيبها، بتنسيقها، بملاعبها. الدقائق الآن نشاهد، يرجع مرة أخرى طنان. بولكسوت الآن كرة في الخلف، تلعب طويلة من جانب بن عبيد في وسط ملعب المباراة هنا لمصلحة المنتخب المغربي. كرة فيها تدخل قوي، يا ساتر يا ساتر، بطاقة صفراء. مباراة التوقفات الآن، مباراة التدخلات القوية، طبيعي جدا لأنه الحافز كبير جدا، كل يريد أن يخسر في هذه المواجهة. أولى معارك الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب. بطاقة صفراء. هذه كرة عرضية خطيرة بالراس، مرت لم تأتي الراسية، يا الله، كانت عن طريق وليد الكارتي، كانت قريبة الكرة الماضية. شوف الهروب من الرقابة ثم الضربة، ولكنها مرت لم تأتي. نعم، يعني الكرة لم تملأ راسه في اللقطة الماضية، شحفت راسه. الكرة الأخيرة مرت إلى ضربة مرمى هنا طارق سكتيوي الدقائق الخمس الأخيرة هنا على نهاية شوط المباراة الأول. حديث مع الحكم الرابع، أجرى تغيير وحيد بإدخال وليد أزارو مكان تيسو داليا الذي غادر بداعي الإصابة هنا مع غياب واحد من أهم اللاعبين في هذه المواجهة. حديث عن عبد الرزاق حمد الله. كرة إلى ضربة مرمى الآن، ضربة مرمى على الكنترول. يا امين يا امين، ما الذي تفعل يا امين في الجهه اليسرى امين، لكن ايضا التغطيه موجوده، كره في وسط ملعب المباراه، بعد ذلك صافره وخطا. متعنا، اطربنا، سلطنا في شوط المباراه الاول على من زحزوح. يا سلام يا امين، شوف الاستلام، الله على هذا الاستلام، الله على هذا الكنترول، الله على كرة المعلم، الله على هذا الفن، الله على هذا الطرب. ما الذي تفعل يا زحزوح هنا في شوط